ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. المناقشة النهاردة مختلفة عشان الحكاية كلها بدأت صدفة، فيلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. وما تنساش بعد ما تشوف البداية دي انك تعمل لايك وتكمل معايا باقي الفيديو. فيلا بينا نبدأ. عارف احساس انك بتقرأ حاجة بكل حب؟ ايوه بالظبط، هو الحكاية كلها في من المؤمنين رجال. فترة مش بعيدة طلبت عدد من الكتب وجالي معاهم كتاب كان هدية. فكرة ان انا استغربت الاسم جدا وحسيت ان نوعية الكتاب اصلا مختلفة عن نوعية الكتب اللي انا محتاجة اقرأها الفترة دي. فكان خلاص بقى اللي هو انا مستغربة الاسم ومش نوعية الكتب اللي انا بقرأها الفترة دي، فركنته على جنب وقلت مش هقراه الفترة دي. لحد من كام يوم كده حسيت ان انا بدأت امل من نوعية الكتب اللي انا بقرأها، فحبيت اغير، فقلت افتح الكتاب ده واشوف بيتكلم عن ايه، جايز يعجبني. فكلامنا النهاردة عن كتاب من المؤمنين رجال. كاتب الكتاب ده اسمه عبد الرحمن مقبل، غير ان برضو الكتاب من اصدار عصير الكتب. الصراحة انا كنت اول مرة اشوف اسم الكاتب ده واول مرة اقرأ له، بس وانا ببحث كده عنه على النت عرفت ان الكتاب ده اصدار 2021، وعرفت ان الكاتب عامل كتاب تاني برضو اسمه من المؤمنين نساء. طب ايه يا مريم حكاية الكتاب ده؟ انا جاي اقولك واحدة واحدة. من اكتر الايام اللي بحسها مفضلة بالنسبة لي ايام لما كنت في ابتدائي، وحقيقي الوقت ده انا ما بنساهوش خالص، لما كان يبقى بيدرس لي مدرس مثقف ومثقف بشكل كويس عن الدين الاسلامي. كان كده لما يدخل معانا في الحصه ويخلص جزء المنهج كان يبدا يقعد معانا يحكي عن الدين الاسلامي والمواقف اللي كانت بتحصل مع الصحابه والمواقف اللي خلتهم دخلوا في الدين الاسلامي وهكذا. فاكره ان القصص دي عمرها ما راحت من بالي، وكنت بحس وقتها ان حبي وتعلقي بالدين الاسلامي بيزيد اكتر. الصراحه الكتاب بتاع النهارده رجعني للايام دي جدا. كتاب من المؤمنين الرجال بيكلمك عن صحابه النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وطريقته في الكتابة والسرد سهلة وبسيطة ومختصرة. هتلاقي في الكتاب ده الكاتب بيشاركك المواقف اللي حصلت مع الصحابة واللي خلتهم دخلوا في الدين الإسلامي. مش بس دخولهم في الدين الإسلامي، لا ده بقوا أكتر ناس تعلق وتمسك بتعليم الدين الإسلامي وتأدية الفرائض. الفكرة إن الكاتب هيخليك حرفيا بأسلوبه بتقرأ بكل حب. هتقرأ في الكتاب ده تصرفات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مع الصحابة قبل دخولهم الإسلام وبعد كمان دخولهم الإسلام، وردوده على كل موقف كان بيحصل منهم كان ممكن بيأذيه. وانت بتقرأ المواقف هتحس بجد بحب، وهتحس قد ايه الدين الإسلامي بيعلمك الاحترام والتقدير والاهتمام، وبيعلمك كل حاجة بتوصلك لمعنى الحب. كتاب حرفيا انا برشحه لاي حد حابب ان هو يقرأ عن تصرفات الصحابة قبل دخولهم الدين الإسلامي، وقد ايه هم اتمسكوا بالدين الإسلامي بعد ما دخلوه بقوا بيأدوا الفرائض بتاعته. فلو كنت قارئ مبتدئ او بتقرأ بقالك مدة، حقيقي الكتاب ده لازم يبقى من قراءاتك الفترة الجاية. عارفة ان في كلمات كتير ومواقف كتير واجزاء كتير من الحوار هتقف معاك وهتحس انك مش فاهمها، لان اللغة العربية السليمة او اللي كانوا بيتكلموا بيها فيها كلمات شوية تقيلة. بس اعمل مجهود شوية وانت بتقرأ الكتاب ده عشان حقيقي هو يستاهل انك تقرأه. وحقيقي اكتر حاجة حاسة ان انا محتاجاها الفترة الجاية ان يكون في جزء تاني للكتاب ده يعرفنا تفاصيل وجوانب اكتر عن حياة الصحابة. في النهاية بتمنى تكون مناقشتي كانت خفيفة على قلبكم، واشوفكم على خير في مناقشة جديدة.